الكولاجين هما السواري اللي كيوقفوا لنا الجلده، مع مهرس كيهبط الجلده كتحفر، وهادوك التجاعيد ما كتبقاش تخزن على برا، كتدخل لداخل. فاش كتخزن لداخل شنو كتبقى؟ الحلقه عندي لك جوج ديال الاسئله اذا سمحتي. الاول غنطرحو ماشي مشكل، والثاني حشمت نطرحو، ولكن غنطرحو لان الناس خصها تعرف هذا الشيء. مرحبا بكم في بودكاست يا الصحة يا السبيطار. جينا باش نشاركوا معكم واحد الطريقه اللي خلات كل من شارك في الورشات ديالنا اللي كنقدموه هنا في اوروبا، خاصه الجاليه العربيه، باش تبدل نمط العيش ديالها. اللي ما كانش كيلعب الرياضه ولا كيلعبها، اللي كان كيشري الخبز بالدقيق الابيض او الكسكسو الابيض ولا كيشري بالدقيق الكامل، دخلوا الجسم ديالنا، شافوا كيفاش كيخدم، شافوا الاخطاء اللي كنعملوها شنو كتسبب في الصحه ديالنا. المهم شافوا بعينيهم وسمعوا بدنيهم واقتنعوا وبدلوا نمط العيش ديالهم. بما ان هذه الطريقه هذه عطات نتيجه مبهره، الناس اقتنعت، بغينا نشاركوها معكم. هي طريقه جد بسيطه لان الصحه كتهم الجميع. هضرنا بواحد اللغه اللي بسيطه كل شيء يفهمها، اللي قاري واللي ما قاريش، الصغير والكبير. المهم هي توصل الرساله ديالنا وتقتنعوا بالمعلومات وتحافظوا على صحتكم، لان الصحه راه كنز لا يشترى بالمال. لهذا السبب استضفنا فارنا هيلثي فود اللي غنطرحوا عليها عده اسئله. انا غنوب عليكم في الاسئله وغنطرح عليها عده اسئله باش تكون الافاده عامه. بقاو معنا. فارنا هيلثي فود، مرحبا بك في بودكاست يا الصحة يا السبيطار. شكرا على الاستضافة، وانا جيت سعيدة باش نحضر معكم في هذا البودكاست اللي كيخص اغلى ما كنملكو اللي هي الصحة ديالنا. قبل ما ندخلوا في الموضوع، واش ممكن تعرفينا براسك؟ شكون هي فارنا هيلثي فود؟ فارنا هيلثي فود بكل اختصار هي النقابة اللي كتطالب بالحقوق ديالها، يعني النقابه ديال الصحه ديالنا اللي كتطالب بالحقوق ديالها، كتبين لنا المطالب ديالها باش كنتفاداو الاخطاء اللي كنعملوا فيها، باش نتفاداو عده امراض، مثلا ارتفاع الكوليسترول، ارتفاع السكري، الشيخوخه المبكره، تسربات في الامعاء، وزيد. وحنا بغينا نبينوا هادشي كيفاش كيتكون باش كنتفاداوه. هذه هي النقابه ديال الصحه كتدافع على الحقوق ديالها. هضرتي على النقابه اللي كتدافع على الصحه، ولكن راه كنسمعوا بان صحتي غدراتني. واش حنا اللي غدرناها ولا هي اللي غدراتنا؟ هاد السؤال هذا غنخليك انت اللي غتجاوبي عليه في اخر الفيديو، من بعد ما يتبين لك حقائق بوتيتر ما كتعرفيهاش، باش نعرفوا شكون اللي كيغدر الاخر، واش الصحه اللي كتغدرنا ولا حنا كنغدروها. ان شاء الله. علاش لا؟ قلتي في المقدمه ديالك الاولى، قلتي اذا خطأنا في الصحه ديالنا الدهون الضاره كترتفع. وانا عندي واحد السؤال في هذه النقطه هذه اللي حيرني بزاف، ما كرهتكش تشرحيها ليا. عندي واحد صديقه ديالي عملات لي زاناليز، لقاو عندها تريغليسيريد طالع، يعني ثلاثي الجليسيريد. ملي مشات عند الطبيب قال لها شنو هي النمط العيش ديالك؟ قالت لي فوالا، كناكل عادي، طبيعي، كناكل نشويات، كنفطر بالعصير الطبيعي، عصير البرتقال كنشربو في العشيه، مع الاسف ما كنعملش الرياضه، كنمشي للعمل ديالي بالسياره، العمل ديالي ما كفيش الحركه. يعني هذا هو النمط العيش ديالي. من بعد ملي خرج ليها الدواء اكد عليها باش تمارس الرياضه، واكد عليها باش تبعد على المشروبات سواء طبيعيه او غير طبيعيه. المهم تبعد على كل ما فيه السكر. دابا السؤال اللي محيرني، الرياضه فهمتها، ولكن عصير البرتقال هو طبيعي صحي ما فيه الشحوم، وهي عندها مشكل الشحوم. بغيت غير نعرف واش كاينه شي علاقه بين الشحوم والعصير؟ هي عندها علاقه وطيده. كاين علاقه بين السكر وبين الدهون اللي كتسمى بثلاثي الجليسيريد او تريغليسيريد. نشرح لك، ولكن باش توصل المعلومه انا غنبدا لك نقطه بنقطه، غنمشيو نقطه بنقطه باش كل شيء يفهم. دابا الجسم ديالنا كناكلوا السكريات. السكر ما كاينش غير في السكر، كاين في القطنيه، في النشويات، في الدقيق، الروز، هادشي كامل فيه سكريات. الجسم ديالنا باش يتغذى من هذاك السكر خصو يكون على شكل جلوكوز. السكر اللي في النشويات والقطنيه كيتسمى النشا، ولكن هذاك النشا بحال واحد السلسله معلقين فيها الجلوكوز. كتشد الخليه داك الجلوكوز وكتخرج منه الطاقه، يعني كتغذى منه. ولكن السكر اللي كاين في الفواكه سميتو الفركتوز، راه ماشي بحال الجلوكوز. باش الجسم ديالنا او الخليه ديالنا تستعملو باش تخرج منه الطاقه خصو يتحول لجلوكوز. شكون اللي كيشد هذا الفركتوز وكيحولو للجلوكوز؟ هي الكبده ديالنا. دونك الكبده كتشد هذا الفركتوز كتحولو للجلوكوز باش الجسم يتغذى منه ويخرج منه الطاقه. باش نفهموا ناخذوا المثل ديال الصديقه ديالك اللي قال لها الطبيب عندك ثلاثي الجليسيريد مرتفع ما تشربيش العصير. نبين لك علاش. ناخذوا البرتقال.
أو الليمون. كل منطقة وشنو كاين اللي كتقول البرتقال، كاين اللي كتقول الليمون. ناخذوا برتقالة نقيناها نضغناها وصلت للمعدة، المعدة كتخدم كتحيد لينا داك الفريكتوز من الألياف، وهداك الشيء كياخد شوية د الوقت. والفريكتوز اللي تحيد منه كيدوز للأمعاء هما المصارن، من بعد كيدوز للدم، من بعد الدم كيديه هو الطوبيس اللي غيوصلو حتى الكبدة. الكبدة ملي كيوصلها داك الفريكتوز كتخدم لينا المعمل الأول. حنا المبدأ ديالنا هي نبسطوا المعلومة. نورمالمون راه كاينين دي زونزيم اللي كيحولوا الفريكتوز للغلوكوز، ولكن حنا ما نهضروش على لي زونزيم، خلينا غير في المعمل، خلينا غير في واحد اللغة بسيطة اللي كل شيء يفهمها. وهاد الطريقة هذه عطات نتائج مبهرة، راه السبب اللي خلانا نديروا هذا البودكاست. الناس فهموا وبدلوا الطريقة تاع نمط العيش ديالهم، لا من ناحية التغذية ولا حويجات اخرين. كتوصل رجعوا للكبده. الكبده كتشد هذا الفريكتوز، كتخدم لينا المعمل الاول، كتحول الفريكتوز للغليكوز باش الجسم تخرج منه الطاقه مزيان. ولكن الجسم ديالنا راه كيستعمل غير الغليكوز اللي محتاج للطاقه. الجسم ديالنا عادل، ماشي ما محتاج للطاقه ويبقى غير يخدم لينا في هذاك الغليكوز وبقى يخرج منه الطاقه، لا، كيخرج طاقه على قد اللي محتاج. هنا غيشيط لينا شويه ديال الفريكتوز. هذاك الفريكتوز غيدوز للمعمل الثاني. المعمل الثاني شنو غيدير؟ غيحولوا الجلوكوز، ولكن هذاك الجلوكوز غيلصق واحد حدا واحد اللي كيتسمى الجليكوجين، باش كتخبيه الكبده فيها. واحد الطريف كتخبى في الكبده، وواحد الطريف كتخبى في العضلات، باش ملي نحتاجوه مثلا كنديروا الرياضه العضلات غتخرج لينا الطاقه من هذاك السكر اللي مخبي فيها. هذاك الجليكوجين غيبقى يصرف ليها هذاك الجلوكوز باش تخرج منه طاقه. الكبده الى الدماغ ديالنا بغى يفكر ولا محتاجين شي حاجه، الدماغ كيحتاج للسكر. الكبده كتقول لي فوالا هاك السكر باش تخمم وباش تقرا وباش يعني تلقى الحل وبزاف ديال الحوايج مزيان. هادشي الا كلينا برتقاله. دابا غنجيو الى خدينا كاس ديال العصير. كاس تاع العصير باش يكون عندنا كاس خصنا نعصروا 3 د البرتقالات. اللي قال 3 د البرتقالات قال فريكتوز مضروب في 3، يعني الكميه ديال الفريكتوز كثيره. حيدنا الالياف لان العصير كنحيدوا الالياف باش كيبقى لنا غير داك الماء. دونك هنا الفريكتوز حر مع راسو، ما كاينش اللي يشدو. ملي كنشربوا هذاك العصير هذاك الفريكتوز كيشدها بجريه حتى تيوقف قدام الكبده. علاش قلت لك كيشدها بجريه؟ لان ما كاينش الالياف اللي غيشدوا ليه الوقت في المعده، حيدنا ليه كلشي حر كيمشي بسرعه كبيره حتى تيوصل للكبده. الكبده كتلقى راسها قدام كميه كبيره ديال الفريكتوز. الكبده علاش هي العضو الكبير في الجسم ديالنا؟ راه عندها بزاف ديال الاهميات، ستوكاج تاع الفيتامينات، التصفيه، بزاف يعني هذيك علاش هي كبيره؟ لان عندها المهام كثار، وهذاك الفريكتوز خصها ديباراسا منه، تلقى ليه الحل باش ترجع تخدم عاوتاني مسائل اخرى مزيان. هنا غتخدم لينا المعمل الاول، كتحول لينا الفريكتوز الجلوكوز، كتخرج منه الطاقه. الجسم ديالنا محتاج كيخرج غير الطاقه اللي محتاج. غاتشط لينا الفريكتوز. في نظرك اش غدير بهذاك الفريكتوز اللي بقى؟ دابخي هذاك الشيء اللي شرحتي، الكبده غتخدم لينا المعمل الثاني وغتحول لنا داك الفريكتوز اللي غيتحول للجلوكوز، ومن بعد غتحول لنا الجليكوجين وغتخزنو. واحد الطرف غتخزنو في الكبده وواحد الطرف غتخزنو في العضلات. الا فهمت الشرح ديالك 50% عندك صحيح و50% غلط. نشرح لك. الا عطيتك واحد البلاكار كيهز 10 د القراعي ديال الزيت، وانا عطيتك 30 قرعه وعطيتك بلاكار كيهز 10 د القراعي ديال الزيت وقلت لك ست فيهم ليا تما، تست فيهم؟ لا ما يمكنش، لان البلاكار اللي عندي كيهز 10 د القراعي وانت عطيتيني 30 قرعه، يعني غنحط 10 ديال القراعي وغتبقى ليا 20 قرعه على برا، يعني ما عندهاش البلاصه فين نحطها. نفس الشيء، لان البلاكار كيهز غير 10 د القراعي وهذاك الشيء الاخر كيبقى برا. نفس الشيء الكبده والعضلات عندها غير واحد المساحه اللي مسموحه فاش تخزن لينا الجليكوجين، واللي باقي كدوز الكبده كتخدم لينا معمل ثالث اخر، انزيمات اخرين كتشد لينا هذا السكر كتحولوا لنا الدهون اللي هي ثلاثي الجليسيريد، عاد كتخزنهم. فين كتخزنهم؟ كتخزنهم في واحد الخلايا اللي مختصين بالشحمه، نقولوا حنا خناشيد الشحمه. كتبقى تعمرهم، كتصايب الشحمه وتعمرهم تما ياك. الا بقينا نهار على نهار ما كنعملوش الرياضه، يعني ما كنحرقوش هذيك الشحمه، كناكلوا السكريات،
كنشربوا في العصائر طبيعيه او غير طبيعيه، كيبقى عندنا ستوكاج، يعني كندخلوا وما كنحرقوش نهار على نهار، هذوك الخناشي غيتقاداو. فين غتخزن هذيك الشحمه؟ باش نوضح لكم الصوره اكثر، مثلا عندنا واحد لوزين او واحد المعمل كيصايب لينا القراعي، وعنده واحد المخزن فين كيخزن السلعه ديالو، هذاك المخزن عمر ما كاينش فين حد، يكون اوبليجي باش يخزنها نيت في المعمل في البلاصه فين كيصنع. راه نفس الشيء بالنسبه للكبده. الكبده فاش كيعمر الخناشي كاملين، هذوك الخلايا اللي كيخزنوا الشحمه كتبقى تستوكي فيها نهار على نهار. شنو كيوقع؟ كنتصابوا التشحم الكبدي. هاد المرحله الحمد لله راه نقدروا نرجعوا للكبده عاديه الا كنا كنمارسوا الرياضه، الا بعدنا على الحلويات، بعدنا على العصائر، بعدنا على كل ما كيتحول لشحمه يعني السكر. هادشي كامل الا تبعناه الحمد لله راه نقدروا نرجعوا للكبده العاديه. مثلا حنا ما بغيناش نحشموا، ما فينا ما نلعب الرياضه، عزيز علينا العصائر لي كلاصون، الخبز الابيض، النشويات، مهم ماشي شغلنا. شنو كيوقع؟ الكبده ديالنا كتبقى بحال قلتي كتبقى تدير كتخزن لداخل، ما كتبقاش تخزن على برا، كتدخل لداخل. فاش كتخزن لداخل شنو كتبقى؟ ما عندهاش حاجه. خصكم تعرفوا بان الكبده راه كتزيد في الفوليوم ديال، راه كتنفخ باش كتقضي. الا عمرناها ما عندها فين تنفخ. الا كانت عندك شي ماكينه ديال الصابون وبياسه ما خداماش، واش غتصبن لك مزيان؟ راه حتى الكبده غاديك الساعه راه نفس الشيء. الكبده الا ما كانش عندها لي سباسو فين تزيد والشحمه دخلت لداخل، هذيك الساعه فاش كدير لي زاناليز كتلقى بزاف ديال الحوايج طالعين. والمشكله ديال الكبده اللي ما عارفينش الناس ان الكبده كما تيقول لك il souffre en silence، ما عندهاش اون تيرمينيزون نيرفوز، ما عندهاش واحد العصبه اللي غتوصلنا الالم ديالها. بحال مثلا اللي ضراتك الكلوه راه كتحس بالالم، ضراتك لا فيزيكول بيريير راه كتحس بالالم. عليها الناس خصهم مره كيمشيو يديروا لي زاناليز ويشوفوا الكبده ديالهم كي دايره. الا ما كانوش كيديروا الرياضه، لا عطيناها بالسكريات، حيت هذاك لورغان ما كيتشكاش، وحنا بطبيعتنا اللي ما كيتشكاش كنبركو عليه. راه نفس الشيء بالنسبه للكبده. دونك ردوا البال لصحتنا وردوا البال شنو كناكلوا. دونك هنا كاين علاقه بين السكريات وبين الشحمه. والمشكله فاش كنزيدوا المواد اللي المعدل الجليسيمي ديالها عالي، حتى هي كتحول للشحمه. قلتي المعدل الجليسيمي، اول مره غنسمعوا. شنو هو المعدل الجليسيمي؟ المعدل الجليسيمي شنو هو؟ ملي كناكلوا شي حاجه فيها السكر. السكر كنضغو كيدوز ملي كناكلوا هذيك الماده فيها السكر. مثلا كلينا الروز راه فيه النشا تقطع، عطانا الجلوكوز داز في الدم، حيت المعدل الجليسيمي هي ديك السرعه باش كيمر هذاك السكر من المصارن للدم. الا مشى شويه بشويه كنقول المعدل الجليسيمي منخفض، الا مشى مويان كنقولوا معدل الجليسيمي متوسط، الا كان السكر كيمشي بزربه كبيره كنسميو المعدل الجليسيمي العالي. اوكي، كيفاش معدل الجليسيمي العالي كيسبب لينا في تكوين الشحوم؟ نعطيكم مثال. فاش كناكلوا لي نوي، انا هادو اللي كلشي كيحمق عليهم، انا ناخذ المثال ديالهم. هادوك لي نوي اللي كلشي كيحمق عليهم، فاش كناكلوهم السكر فيهم، فاش كناكلوهم السكر اللي فيهم كيمشي بواحد السرعه كبيره في الدم. هنا الحساس على السكر شكون هو؟ هو البنكرياس. غيشوف السكر طلع، حنا خصنا واحد لو نيفو ما نفوتوش، غرام فاصله 0.5 باغ لتر ديال الدم السكر، ما خصناش نفوتو. فاش كناكلو لي نوي شنو كيدير؟ السكر كيطلع. هاد العساس ديال السكر واللي هو البنكرياس كيشوف السكر طالع في الدم، شنو كيدير؟ كيطلق لينا هرمون الانسولين. شنو كدير هرمون الانسولين؟ عندها جوج ديال الادوار. غتلعب لينا دابا الدور الاول، غتمشي الخليه، الدور هو المفتاح، هو الساروت، هو اللي كيفتح الخليه باش كيدخل السكر. الخليه معقوله الله يعمرها دار، كتاخذ غير السكر اللي محتاجه، واللي ما محتاجش كتردو للدم. هنا شنو وقع؟ الخليه خدات لنا شويه ديال السكر، الدم باقي عامر بالسكر. الانسولين خصو يلقى الحل. هنا غيلعب لا دوزيام كاسكيت، غيلعب الدور الثاني ديالو، غيشد لينا داك السكر اللي زايد وغيحولوا لينا الشحمه عاد غيخزنوا. لهذا السبب ملي تبغيو تشريو شي حاجه قلبوا على المواد
اللي المعدل الجليسيمي ديالها منخفض، اللي كتمشي في الدم شويه بشويه، اللي ما كتعبش البنكرياس، لان الا كان المعدل الجليسيمي طالع ما كنعملوش الرياضه، الانسولين غتفرز كميه كبيره، هنا غنعذبوا البنكرياس، غنخليوه يبقى يطلق لينا في الانسولين غيخزن لنا داك السكر اللي زايد على شكل شحوم، وبهذا الشكل هذا كنضروا الصحه ديالنا، ما كنستافدوش منها. والاكثريه تاع هاد المواد هادو كتسموا بالطاقه الفارغه. ايوا سميه جداد سمعتهم اليوم معاك. شنو هي الطاقه الفارغه وعلاش سموها الطاقه الفارغه؟ شنو هي الطاقه الفارغه؟ الطاقه الفارغه نعطيك مثال، ناخذ نيت هاد لي نوي عامرين بالسكر، كناكلوه كيطلع السكر في الدم، كدير منه الطاقه، نخليو الشحم هذاك دابا غناخذوا السكر اللي خدات الخليه باش دير منها الطاقه ديالها، ها هو السكر موجود. كنعرفوا لي نوي مصايبين من الدقيق الفورس ما كاينش النخاله، الا شدينا الدقيق الحبه ديال القمح الوسط عمر بالفورس، والنخاله باش عامره فيتامينات، املاح معدنيه، مضادات اكسده، الياف، كل ما محتاج الجسم ديالنا. مع الاسف النوي فيه النشا، شويه البروتين، شويه، دونك هذاك السكر باش يعطينا طاقه خصو فيتامينات، هو الفيتامينات خلاها في النخاله ما جابهاش معاه. هنا الخليه بغات الطاقه، اش غدير؟ غتمشي وتهزينا الفيتامين من المخزون اللي خازنو الجسم فيه، لان الجسم ديالنا لي تري انتيليجون كيخزن الفيتامينات. الا كان عندنا شي مرض، الا كانت شي عمليه داخليه محتاجه داك الفيتامين، تيقول لي فوالا هي راه حنا تناكلوا باش ندخلوا الفيتامينات، ماشي تناكلوا باش نخويو. دونك هالخليه هزات من هذاك المخزون الفيتاميني باش هذاك السكر يتحول لطاقه. واش حنا كناكلوا باش ندخلوا الفيتامينات ولا باش كنخويو الجسم ديالنا من الفيتامينات؟ راه فاش كتمشي عند الطبيب تيشوف عندك شي مرض ولا شي حاجه تيقول لك فوالا سير دير ان بيلون نشوف الفيتامينات واش هذه ناقصه، هذه طالعه، هذه هابطه. الا كنتي كتاكل شي حاجه اللي كتخوي الجسم ديالك من الفيتامينات، دونك هنايا راك كتهلك صحتك بلا ما كتعرف. راه السكر خصو فيتامين باش يتحول لطاقه، عليها الخبز الكامل هو مزيان، راه كاينه السكر وكاين الفيتامين ديالو. سبحان الله العظيم، راه كل حاجه دارها كامله مكموله. الحبه ديال القمح فيها النشا وفيها الفيتامين اللي كيحولها او اللي كيساعدها باش تعطينا الطاقه، جاي كما كنقولوا جاي وجايب معاه الماتيريال ديالو، ما يحتاج يتسلف من باش يا ريت كون كيتسلف من الجسم، راه كيخويه. دونك علاه كنسميوها مواد غذائيه ذات الطاقه الفارغه. جانك فود طاقه فارغه، لي فريت طاقه فارغه، الحلويات طاقه فارغه، هادشي كامل. ومع الاسف كنلقاو الناس بزاف هادشي كان في الزمان كناخذوا مثلا الحلويات غير في ايام الاعياد، ما كاين مشكل مره مع الحباب ومع هذا. دابا ولا حنا عندنا العيد يوميا، كل دار فيها الحلوه كنفطروا بها نتغداو بها نديروها لوليداتنا. هذاك اللانش بوكس كدي اللانش بوكس ديالهم فرحانين بوليداتنا. دير شنو كتعطي لوليداتك؟ كتعطيهم اللي كيهلك الصحه ديالهم. الماكله ديال العيد راه كضر، ماكله ديال العيد باش كنفرحوا مع العائله ماشي مشكل. على عندنا الاعياد يوميا مره ما فيها باس، ولكن يوميا راه مشكله. غنرجع لك السكر، وعندي واحد السؤال اللي ما فهمتوش، علاش يقولوا ما تعصبش راه غيطلع لك السكر؟ اش جاب الاعصاب للسكر؟ اكزاكتومون، لو ستريس كيطلع السكر. دابا انت جاتك ستريس، تعصبت، اش جاب السكر؟ السكر تكون شي حاجه، السكر تكون شي حاجه ملموسه، مثلا السكر تحول لشحمه. دابا فهمتيها؟ دابا حنا غنشوفوا ستريس كيفاش كيطلع السكر. ملي كنتعصبوا قبل ما نبداو عندنا واحد الهرمون اللي كتسمى الكورتيزول. فين كاينه هاد لا غلوند سورينال، كاينه فوق الكلاوي كما كتشاهدوا بالصفر. هذيك الهرمون الكورتيزول كتكون طالعه في الصباح. علاش تكون طالعه في الصباح؟ هي اللي كتوقدنا فاش كنفيقوا، ولكن مع النهار هي غادي كتنزل تتنزل مزيان في الليل باش نقدروا نعسوا، حيت هي كتوقد. وعندها سميه اخرى، سي لهرمون دو ستريس تاع التوتر. حنا ملي كنتعصبوا الدماغ كيصيفط لها واحد الميساج، راه شي حاجه ماشي هي هذيك، حيت حنا معصبين. هي كتفيق خصها دغيا طاقه باش تحارب هذاك الشيء اللي ماشي هو هذاك. كتعطي لها الكورتيزول، كتقول للكبده طلقي لي السكر. الكبده ما كتزيدش معها هضره، كطلاق لها السكر.
شنو كيوقع؟ السكر كيطلع في الدم. ها هو السكر طلع في الدم. العساس شكون؟ البنكرياس. البنكرياس غيطلق لينا هرمون الانسولين. هرمون الانسولين كيطلقها بكثير لان السكر طلق كثير. غتلعب الدور الاول ديالو، غتحل الخليه غيدخل السكر، ولكن السكر كثير. هذاك اللي كثير حنا خصنا نحافظوا على المعدل ديال السكر في الدم كما هضرت عليه في الاول. غتشد لنا داك السكر اللي زايد، غتحولوا لينا الشحمه وغتستوكيه. راه ماشي غير كطلع السكر وكتسبب في تكوين الشحوم وزياده الوزن. هذا لو ستريس. مره نقولوا اجي ليا لو ستريس الا كان يوميا. دائما السكر طالع، دائما الانسولين كيبغي يحل الخليه. شنو واحد الوقت كيوقع الخليه تقول لي انا بالله واش راه خليني عليك في الثقه، ما نحلكش الباب. كتسمى لا ريزيستونس على الانسولين. هنا ها شو التوتر شنو وصل لينا. باش نهضروا على التوتر، كلنا عندنا مشاكل، الحياه كلها مشاكل. غير كاينين واحد جوج الحوايج الا نقصناهم غينقصوا لنا حتى ديك تاع التوتر غيتنقص لينا. مثلا بعض الخطات كنخشيو ريوسنا في شي مشاكل اللي بعاد علينا، ولا كنمشيو ليهم حنا برجلينا نعطيهم بالدار. حسيتي ديك البلاصه يكون فيها مشكل، عطيها بالدار وسيري، لان غتضرك في صحتك، غطلع لك السكر، غتكون لك الشحمه. الا بقى يوميا غيكون عندك مشكل هضرنا عليه. هذا من جهه. نبعدوا على لي بروبليم غراتوي. هذا هو اللي تيقولوا ليه كيشري الهم بالدرهم. الواحد يبعد على المشاكل ديال فابور كما قلتي. اكزاكتومون هذاك الشيء اللي كاين. ندوزو دابا المشكل ماشي مشكل، هما ابتلاءات. حنا في الحياه عندنا ابتلاءات، كل واحد ربي فين ابتلاه. شكون اكثر ابتلاءات؟ هما الانبياء والرسل. كتلقى الانسان عنده بزاف د الحوايج، واحد الحاجه ما عندوش. انا ما عندي زهر وكيبقى مستريسي وضرو خاطرو وكيحس راسو محقور، وكاين ميات واحد كيتمنى غير الربع اللي عنده، حيت ما كنشوفوش اللي عندنا، كنشوفوا اللي ما عندناش. تمتع بهذاك الشيء اللي عندك، حيت حنا في الحياه عندنا واحد المده الصلاحيه محدده، حنا ما عرفناش فوقاش غنمشيو. الحياه ربي العمر بيد الله، ما عرفناش فوقاش غنمشيو. هذاك الشيء اللي عندنا نتبرعوا به، قليل ولا كتير. اللي ما كاينش ربي سبحانه وتعالى، واش كتثقوا في الله؟ الله عادل، ما عطاكش هذيك الحاجه والا ما فيهاش الخير، والا بيتيتر غيعوضها لك بشي حاجه ما احسن. ربي سبحانه وتعالى دير ثقتك بالله، واستغل هذاك الشيء اللي عندك، وبروفيتي من هذاك الشيء اللي عندك. راه شحال من واحد كيتمنى غير الربع اللي عندك، اللي ضاقت به الدنيا يضرب دوره في السبيطارات ويشوف النعم ديالو، كيتمشى على رجليه، كيشوف بعينيه، كيشم بنيفو. في ايام كورونا راه بانت لكم شي ما بقاش كيشم، شي عنده مشكل، وبقينا حنا حاصرين وكنبكيو. يا ريت كون غير رجعنا كما كنا في الاول، ما كناش حاسين بهذوك النعم. دونك الواحد يكون عنده الرضا. وانا زعما كنأكد لكم الانسان ملي تيكون عنده الرضا داخليا، الرضا بهذاك الشيء اللي قسم ليه الله، راه كيبعد عليه بزاف المشاكل وكيعيش في راحه نفسانيه او راحه نفسيه جد 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 عاليه. هذا من جهه. ندوزو المشاكل الحياتيه بحالنا بحال عباد الله. حني راسك حتى تدوز. راه الله سبحانه وتعالى قال لك ان بعد العسر يسرا، قالها 2 مرات، ان بعد العسر يسرا، ان بعد العسر يسرا. صبر بحالك بحال عباد الله. الحياه اب اند داون، كنطلعوا مره وكنهبطوا مره، هذه هي الحياه. والسفينه غاديه، راه الباطو فاش كيوصل للبر الامان راه كتطلعوا موجه وتهبطوا موجه، وها هي العاصفه حتى تيوصل. غير حنا خصنا كيفاش نتعاملوا بواحد الايجابيه، لان الا ما رضيناش وتعصبنا وهذا غنجيبوها في صحتنا. ملي غتجيك في صحتك حتى حاجه ما غتبقى تفكر فيها، لا لي بروجي، لا الخدمه، لا العائله، لا حتى حاجه، كتفكر غير في صحتك. وعاد تقول يا ريت كون رجعت لي صحتي. ما تخليوش ريوسكم توصلوا حتى لهذيك الدرجه. الحياه قصيره، اللي عندك دبب به كما كنقولوا، و بروفيتي من هذاك الشيء اللي عندك، وما تشوفش اللي اكثر منك، شوف اللي قل منك باش يبانوا لك النعم اللي عطاك سيدي ربي. لان الراحه النفسانيه، فاش تكون عندك راحه نفسيه زوينه، الهرمونات كيخدموا مزيان، كل شيء زوين. ربي سبحانه وتعالى راه خلقنا في احسن تقويم، وحنا بالافعال ديالنا كنخربقوا كل شيء.
الجسم ديالنا كيخدم مزيان الا عطيناه الراحه النفسانيه ديالو او الراحه النفسيه. الا تقبلنا، هذه تنهضر على الراحه النفسيه، لانه واخا تاكل ما نعرف شنو وكنتي في لو ستريس، راه بحال كتكب الماء في الرمله. دونك خصنا نرجعوا لله سبحانه وتعالى ونتقبلوا ونبعدوا على المشاكل اللي زايده. في التعريف ديالك الاول قلتي الا غلطنا في الصحه ديالنا غتسبب لينا الشيخوخه المبكره. واش كتعني بالشيخوخه المبكره؟ هما هذوك التجاعيد او التكماش اللي كيكون عندنا في الوجه. ايفيكتيفمون هضرت على الشيخوخه المبكره. الشيخوخه المبكره عندنا باش نوضحوا الصوره مزيان، الجذور الحره هي اللي كتسبب لينا في التجاعيد المبكره او الشيخوخه المبكره اون جينيرال. الخليه باش تحس بالاستقرار خصو يكونوا عندها دي زيليكترون جوج كما كتشاهدوا. هاد المضاد الا كان ناقص شي واحد ما كتحسش بالاستقرار. هادشي اللي واقع الجذور الحره. الجذور الحره كيكون ناقص عندها واحد الالكترون ما كتحسش بالاستقرار، هي ما كتخيرش اللي جا قدامها كطير ليه الالكترون. عليها كنسميها انا سارقه الالكترونات. ما كتميزش راسي يا راسي، ما كيهمهاش الاخرين. كتحيد الالكترون، الخليه اللي مشى لها الالكترون شنو كيوقع لها؟ كيتخربق والتكوين البيولوجي ديالها كيتخربق. ولا كانت تعطي واحد الحاجه كتعطيها عوجه. غنهضروا دابا على التجاعيد الدوجه. غنعطيو مثال ديال الكولاجين باش نفهموا. الكولاجين هما الساريه، الكولاجين هما السواري اللي كيوقفوا لنا الجلده باش كتكون مجبده ومقاده. راه كلشي كيعرف الكولاجين، كلشي كيهضر عليه. الكولاجين هما السواري مزيان. هذا الكولاجين هذا عنده واحد الخليه اللي كتولدو، راه كيتغير، كتجي من الداخل وهي كيكون ان بيبي. هذيك الخليه بيبي كتحمل، كتعطينا داك الكولاجين، كتطلع الفوق، طلعت حتى تطلع لنا الوجه، كتعطينا كولاجين جديد والوجه كيبقى مجبد مزيان. سوبوزون هاد الجذور الحره تلاقات مع الخليه اللي كتعطينا الكولاجين وهي تخطف ليها داك الالكترون. شنو كيوقع؟ كيتخربق ليها التكوين البيولوجي. باش تعطينا ساريه كامله ديال الكولاجين غتعطيه لينا مهرس. هو طالع ديجا مهرس حتى يوصل للفوق. فاش كيوصل ما كيهش الجلده، مع مهرس كيهبط الجلده كتحفر. وهذوك التجاعيد حيت الكولاجين ما كانش كامل، حيت الجذور الحره دات ليها الالكترون. هذا كينطبق على المثل الشعبي ديالنا، قالوا ليه باك طاح في السوق، قال لي خرج من القيمه مايل. بحال هكاك اكزاكتومون هذاك الشيء اللي كيوقع للكولاجين. دابا عرفنا حنا الجذور الحره، عندنا اللي غنحاربوهم بها. عندنا مضادات الاكسده. هاد مضادات الاكسده عندها لي زيليكترون كتار وسخيه هي، وعندها بزاف. كتمشي للجذور الحره كتقول لها هاك الالكترون اللي ناقصك وخلي لي الخلايا الاخرين. هي راه واخا كتعطي راه ما كتاثرش حيت عندها بزاف. ملي كتعطي الجذور الحره كتحس بالاستقرار والخلايا الاخرين كيبقاو ترونكيل. راه ما كنهضروش كاع على الشيخوخه المبكره، يا ريت تكون بقات في التكماش في الوجه. راه المشكله كتسبب لينا في امراض داخليه. راه الا ضربتنا الخلايا مثلا ديال الكبده ولا ديال هذا ولا ديال هذا، راه التكوين البيولوجي كيتهرس وكيتسبب لنا عده امراض. دونك مضادات الاكسده هي جد مهمه باش كنقضيو على الجذور الحره، باش كنحميو الخلايا الصحيه. دابخي هادشي اللي قلتي بغينا نعرفوا شكون اللي كيسبب لينا الجذور الحره وشكون اللي كيعطينا مضادات الاكسده باش نحاربوا الشيخوخه المبكره. الجذور الحره عندها مصادر كثيره. عندنا التوتر اللي هضرنا عليه، اللي خصنا نبعدوا على التوتر ديال فابور. التلوث في الويكاند نحاولوا نخرجوا للباديه. اللي قدر واللي ما قدر مهم يبعد شويه من التلوث حيت المدينه كلها تلوث. التدخين، اللي كيدخن ما غنقوليش حبس، وانما دير مجهودات نقص حتى تحبس، لان ما عنده ما ينفعك من غير داك المشاكل ديال الريه. مشاكل اخرين بزاف وعاد ما غتحس بها حتى الله يحفظ توقع شي حاجه. هذا من جهه. ثانيا التغذيه، كنشريوها بفلوسنا وكندخلوها الجسم ديالنا باش تهلكنا. كندخلو حنا الجذور الحره وكنبقاو نقلبوا، لو هذا الماسك يحيد التجاعيد، لو هذا الماسك هذا كيجبد الوجه، لا كتهدمي الكولاجين وبغيتي تسقفي. راه ما يمكنش. راه كما قلت لكم الدار عندها السواري. مثلا كما هضرنا المشكله راه ماشي بقات غير في التكماش راه ليه الدواء اجيليه الا تسبوا لينا في شي عده امراض. الجذور الحره
واحد الكميه كتنتج من العمليات الداخليه كتكون في الجسم ديالنا. دونك هنا الجذور الحره عندها المصادر كثيره. ندوزو دابا مضادات الاكسده. مضادات الاكسده كتجي من الماكله الصحيه الطبيعيه والجسم ديالنا. الا جينا نديرو التوازن، الجذور الحره كثيره لان حنا كنسبو فيها، كناكلو ماكله غير طبيعيه، كناكلو كندخنو، كاين التلوث، كاين التوتر كيديرهم. دونك الا جينا نشوفو ما كتكونش المعادله. دونك هنا خصنا نبدلو اللي في يدينا، هي التغذيه خصنا نبعدو عليها، والتوتر خصنا كيفاش نجيريوه. دابا ولات المصانع هادو لي اوت غام، وكاينين دي المصانع ديال المواد الجميليه ولاو كيديروا دي كريم دي زونتي اوكسيد مضادات الاكسده اللي كنديروا على وجهنا. كاينين مواد مزيانين وانا معاهم مع هذوك المواد، زعما سي بوغ هذوك المواد، ولكن خص يكونوا السواري صحاح. غير باش توضح لكم الصوره، عندك دار واقفه وقفينا السواري صحاح مزيان باش الماء ما يتفلتراش من الفوق يدخل يرشي لي هذوك السواري، كندير جليش، كنزيد بروتيكسيون اخرى باش كنامن على هذوك السواري. وما دوك لي كريم كنديروهم السواري راهما مزيانين، احنا وقفناهم بالتغذيه الصحيه وحتى الرياضه، ودرنا دي كريم على وجهنا دي زونتي اوكسيدون باش كنبروتيجيو هذوك السواري وكنحافظوا على الجمال والشباب ديال البشره ديالنا. ولكن ملي نبغيو نشريو خصنا نعرفوا شنو كنشريو. ماشي اي حاجه كتباع والا مزيانه، ماشي اي وحده دايره البوتوكس في الوجه وكتقدم لكم دي برودوي راه مزيانين. بوتوكس راه كيجبد الجلده بلا كريم، ماشي انا غندير بوتوكس لوجهي ونجي ندير لكم كريم ونقول لكم هذا راه مزيان. خصكم تحققوا من الماركه اللي كتعملوا، خصكم تشوفوا لا مارك واش موثوق منها ولا لا. هذا من جهه، لان الا مشى حتى زدتوا الخل على الخميره ما كتغداوش مزيان وغديروا شي برودوي اللي ما غاديش مع البشره ديالكم، هذيك الساعه كطيحوا في اون ديبرسيون. وحنا داكشي اللي ما بغيناش، قلنا لا ديبرسيون او التوتر كيسبب عده امراض. دابا عاوتاني غنرجع لك الرياضه. انا كنعرف بان الرياضه كنمارسوها باش نحرقوا الشحوم، ولكن راه كنسمع بان قالك الرياضه حتى هي كتنقي او كتساهم في تنقيه الجسم. كيفاش؟ ايفيكتيفمون الرياضه كتساهم في التنقيه ديال الجسم ديالنا. مع الاسف غنهضر على غنهضر على واحد الحاجه اللي الاكثريه ما كيهضروش عليها. خصكم تعرفوا في الجسم ديالنا عندنا العروق اللي كيمشي فيها الدم، وعندنا عروق اخرين اللي كتشوفوا باللون الخضر كيمشي فيها واحد السائل ترونسبارون بحال الماء، راه الكميه ديالو اكثر من ديال الدم. دابا شنو هي الاهميه ديال هذاك السائل؟ وكتشوفوا حكا شي حبيبات، هذوك الحبيبات من بعد كنهضر لكم على شنو هي الدور ديالها. ملي تناكلوا الماكله كدوز للدم، الدم هو هذاك الطوبيس اللي كيوصل الماكله الخليه باش تغدى وكيدي لنا حتى الاكسجين. مزيان، الخليه كتغدى وكتلوح الفضلات ديالها. فين كتلوح الفضلات ديالها؟ في هذاك السائل اللي اللون ديالو ترونسبارون. هذاك السائل راه ماشي غير كترمى فيه النفايات، راه فيه حتى الخلايا اللي كتحارب الفيروسات، يعني اللي كتعسس على الصحه ديالنا. الخلايا المناعيه هما دوك الخلايا اللي كيحضيونا غاديين جايين لا كان شي فيروس يقتلوه. وهادوك الحبيبات اللي كتشوفوا خضيضرين، هادوك الحبيبات هما نقاط المراقبه، حيت هذاك الماء راه هاز النفايات خصو يتصفى. ملي كتلقى شي حاجه مثلا فيروس كتطلق لينا صفارات الانذار. كاع هذوك الخلايا المناعيه اللي تما دوك اللي كيحميونا كتجري لهذيك البلاصه، كتقضي لنا على داك الفيروس قبل ما كيخرج من نقاط المراقبه. واحد النقطه غير باش نوضح لكم، فاش كتجرح لكم اليد ديالكم كتشوفوا الدم ولكن في الجداب كاين واحد الماء خارج، هذاك الماء هو فين كاينين هذوك الخلايا المناعيه باش ما تكونش عندكم انفيكسيون على برا، باش تشوفوا الاهميه ديالو. دونك هادشي كله فهمناه. رجعوا للدم. باش يوصل الدم للجسم ديالنا كامل خاصو ان بومب. البومب ديالو شنو هو القلب. الدم عنده ان بومب اللي كتدفعو باش كيتسارى الجسم ديالنا كامل. ولكن الجهاز اللمفاوي، هذا الماء هذا اللي هضرت لكم عليه اللي مصور بالخضر اللي اللون ديالو ترونسبارون، ما عندوش ان بومب اللي غتدفعو. فوقاش كيتحرك ملي كنعسو عاد كيدوز باش كيدوز التصفيه باش حيت هو خصو يدور. وكاينه واحد الحاجه اخرى اللي كتدفعو، حيت هو قد ما تدفع قد ما دار قد ما مزيان للصحه ديالنا.
هي الرياضة، هي المشي. ملي كنتمشاو العضلات كيتحركوا، كتبقى تدفعوا شويه بشويه 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 حتى تيطلع الفوق وكيتصفى وكيدير. قد ما حنا لعبنا الرياضه، قد ما الرياضه كانت مزيانه، قد ما لا سيركولاسيون ديالو كتكون مزيان، قد ما التنقيه ديالو كتكون مزيانه. راه ملي ما كنتمشاوش، هذا راه من بين الاسباب اللي كتخلي الرجلين ديالنا منفوخين، ما كنتحركوش. بحال شي واد اعزكم الله كتلوحي فيه النفايات، ما كيتحركش، كيبقى هو كيعطي ريحه ما. اما الا كان الماء دايز ما كتحسش به، واخا كترمي فيه النفايات. راه نفس الشيء حتى الرجلين، اللي ما كناش كنتمشاو ما كنديروش الرياضه كيتنفخوا لنا الرجلين، عاد كنبقاو نديروا الماساج دفع من الفوق من التحت وهذا باش الرجل كتفش. هذا غير سبب من الاسباب. اما نفخ الرجلين عندهم بزاف ديال الاسباب، باش ما نخلطوش المواضيع. دابا هذا غير واحد منه. عليها المشي هو جد مهم. الرياضه هي ماشي غير كنحرقوا بها الشحمه، راه كنقيو بها حتى الذات ديالنا من الداخل. الورشات اللي كنعملوا، اي واحد حضر هاد لا سيونس هادي كيقول لها صافي غنبدا الرياضه. لان الا ما اقتنعتيش وما شتيش بعينيك وسمعتي بودنك، راه ما تقدرش دير صافي. ملي كتشوف بعينك شنو كيوقع في الجسم ديالك. علاه تنقول لكم الجسم ديالنا راه ما كنفهموش كيفاش كيخدم. علاش انا سميت فغنهيلتي فوت النقابه كتبين لكم، ما كتعطيكم لا ادويه لا حتى حاجه، غير كتبين لكم الجسم ديالكم كيفاش كيخدم، الغلط الا غلطنا كيفاش كيتاثر. الا عرفنا الغلط حتى واحد ما كيبغي يضر صحته، حتى واحد. لان فاش تبغي دير شي حاجه بحال دابا شي واحد ما فيه ما يتمشى، تيفكر هذاك السائل فيه النفايات ما كيتحركش، غينوض يتمشى. سورتو دابا ولا كاين مشكل، الخدمه ما كنتحركوش فيها، من الدار للخدمه الطوموبيل ما كنتمشاوش، كاين لاسانسور في الشركه. دونك الا ما درناش الرياضه لو كور ديالنا مشى. اكثريه تيقول لك ما عنديش الوقت، كنشدو في التليفون اكثر من ساعه المكانه. هضره خاويه الاكثريه. علاش ما نمشيوش نتمشاو ساعه في المكانه؟ ساعه المكانه نمشيو نتمشاو نجريو فابور بلا ما تمشي لاصال. ما عندكش فلوس لاصال، خرج جري على برا، دي ميمتك حداك، دي باك حداك، وهانتوما غاديين ومزيانين، كيخلي هذاك لو ليكيد لانفاتيك كيتحرك وكنقيو الذات ديالنا. دونك خصنا ناخذوا هذه قاعده. وهذاك الوقت اللي غيديه لينا التليفون، اللهم في صحتنا، اللهم نوقفوا فيه في الكوزينه نطيبوا شي حاجه اللي غتنفعنا في صحتنا. اما التليفون ما عنده ما ينفعنا. قلتي كنشريو مواد بفلوسنا باش كنهلكوا صحتنا. واش كاين شي واحد اللي غيشري باش يهلك صحته؟ ايفيكتيفمون كنشريو مواد اللي كضرنا في صحتنا بفلوسنا. شحال من واحد، اي اب او اي ام كتبغي الخير لولادها، حتى واحد ما كيبغي يضر ولادو، ولكن بجهالتهم الموضوع كيشريو السم لولادهم وتيفرحوا وتيقولوا فوالا انا غنفرح ولدي. انا نعطيك واحد المثال. هذا المختبر هنا في اوروبا، هاد الحلوه كتباع في اوروبا ومكتوب كلشي في لومبالاج. المشكله ان ما عارفين شنو كاين تحت ديك الكتابه. انا اليوم غنشرحها لكم وغنوضحها لكم. هاد الشكلاط هذا اللي كتشاهدوا، الشكلاط باش كنعرفوا كنشوف زوين في المنظر كيشهي، غتشوفيه تبغي تاكليه مزيان. كتشوفي الشكلاط بين الحلوه وحلوه. الشكلاط ما نهضروش على داك البسكوي اللي مصايب دقيق الفورس، هذاك ما نهضروش عليه، وما نهضروش على السكر. نشوفوا غير هذاك الشكلاط اللي هو اللي جبدناه، هو اللي قلنا صحي، فيه مضادات الاكسده، غني بالحديد، بزاف ديال الحوايج. الشكلاط شنو فيه الكاكاو. كاكاو جيد صحي، مضادات الاكسده، الحديد، املاح معدنيه وزيد. كاينه الزبده العاديه ديالنا الحيوانيه، وكاين السكر. بالنسبه للاطفال كيحرقوا ماشي مشكل، كيحرقوا في لا كرواسونس، كاين مضادات الاكسده، كاين بزاف، كاين حوايجات زوينين ماشي مشكل. الطامه الكبرى ان الزبده كيعوضوها بالزبده د لو بالم. الزبده د لو بالم هي اصلا ماشي زبده، هي زيت، وكدوز بعمليات الهدراجه. عملية الهدراجة شنو كدير؟ كتعطينا واحد الزبدة أو واحد الدهن اللي كتسمى ترونس. هاد الدهن ترونس كتسبب لينا في تكوين الويحات الدهنية اللي كتسبب لينا في تصلب الشرايين. كتعطي لوليداتك واحد الحاجة اللي غتسبب لهم في تصلب الشرايين. هذا من جهة. من جهة تانية، هاد الزبدة ويل دو بالم علاش اختاروها أصلا؟ حيت هي كدير أورو 50 الكيلو، والزبدة كدير 5 أورو 50 الكيلو. هذا من جهة. هاد الزبدة د لو بالم
الزبدة د لو بالم كتكون رطبة في الملمس، زوينة حتى في الماكلة، تتزلق ماشي بحال الزبدة ديال العادية. ثالثا هاد الزبدة هادي ما فيهاش الماء، الزبدة د لو بالم ما فيهاش الماء، يعني مدة الصلاحية كتكون طويلة، ماشي بحال الزبدة العادية ديالنا. الزبدة العادية طبيعية فيها الماء، دونك الزبدة د لو بالم ما فيهاش الماء، مدة الصلاحية طويلة، واخا تبقى عند المنتج وقت طويل ماشي مشكل، ما كدوزش عليها الصلاحية دغيا، يعني واخا تبقى حتى العام الجاي ماشي مشكل. هذا من جهة. بالنسبة للزبدة ندوزو للكاكاو. الكاكاو ما كيديروش هذاك الكاكاو البيور حيت غالي، كيشدو ديك التغربيله للخرا، ما كتكونش النكهه ديالها كتكون بارده بزاف. ولكن مختبر كاين الحل، دائما كاين الحل. كيجيب المنكه الكيميائي اللي كيعطيك نفس الذوق ديال الشوكولات، ما تفرقوش من بين الطبيعي. كيزيدوا في هذيك الغبره وكيخلطوه الا دقتيه غتقول غير الشوكولات العادي طبيعي. دونك احنا دخلنا واحد الماده كيميائيه للذات ديالنا، احنا سالينا من الشوكولات. ندوزو دابا للسكر. غتقولي لي السكر ديجا ما مزيانش، كاين كتار منه، سيرو دو غليكوز فريكتوز 20% حلو على السكر ورخص من السكر. ومن فوق هاد الشي كامل هاد سيرو دو غليكوز فريكتوز كيحفز لينا واحد الهرمون ديال الجوع، كنبقاو واخا اللي كلينا كنبقاو حاسين بالجوع، ما كنشبعوش عليها. ملي كنشدو واحد الباكيه ديال الحلوى غير هادي حتى تنساليوها، ما كاينش. جربوا ريوسكم، راه ما كاينش اللي تاكل جوج وتخبيها. سيرو دو غليكوز فريكتوز حتى تساليها. هذا دونك لان الهرمون اللي كيحسسنا بالشبع ما كيكونش، ولكن هذيك ديال الجوع كتخليه يخدم، دونك انت كتاكل والجوع كيزيد. وتنقولوا علاش الامراض هادشي اللي كانت تكون في 70 عام 60 عام ولات كتبان على الاطفال تاع 10 سنين 15 عام. هنا خصنا نردوا البال ونقراو شنو مكتوب في هاد لي بواط ديال لي زانغريديون اللي مستعملين، وغنشوفوا ياك ما كاين شي حاجه اللي ماشي هي هذيك قبل ما نشريو الحاجه. صراحه انا هادشي كيخلع. واش كاع الحلويات اللي كتباع في لي سوبر مارشي وفي الحوانت يعني ديال الشكلاط مصايبه بهذه الطريقه هذه؟ لا ماشي كاع لي مارك بحال هكا، ماشي كاع الحلويات، لا كاينين الحلويات اللي صحيين، فيهم مواد طبيعيه، فيهم مواد اللي صحيه. خص غير الواحد خصو يعرف شنو كيشري. لا كاين الزوين كاين الخايب، حنا ما كنعموش لان التعميم لغه الجهلاء. كاينين لا كاينين الشركات دابا فاقوا بهادشي اللي واقع في السبيطارات، ولاو كيديروا مواد اللي صحيه، لان كاين بعض الناس اللي ما عندهمش الوقت باش يوجدوا هذاك الشيء في المنازل ديالهم. مي كاين خص غير يعرفوهم الناس. الا سمحتي واش ممكن خصو شي حلقه اللي نهضروا على الحلويات اللي صحيه، اللي ما فيهاش بحال هاد المسائل هذه اللي كضر الصحه ديالنا والصحه د وليداتنا؟ الا ممكن خصو ليها حلقه باش الناس تعرف شنو تشري شنو ما تشريش. دابا الناس ملي غيسمعوا هاد الحلقه غيتلفوا، ما يعني غيفقدوا الثقه في الحلويات. ان شاء الله علاش لا، ان شاء الله نخصو شي حلقه ونوريهم الحلويات اللي مزيانين، حتى اللي ما عندوش الوقت باش يصايبهم في المنزل يعرفوهم. ايوا تكلمنا على المثل الاول، شنو هو المثل الثاني؟ بغيتي المثل الثاني نهضروا عليه؟ ناخذ زيت الزيتون، لكل دار عندها زيت الزيتون، كلشي تنهضروا على زيت الزيتون. زيت الزيتون صحيه، زيت الزيتون غنيه بالمواد اللي محتاج الجسم ديالنا. ولكن المشكله كاين واحد المشكله الكبيره كلشي كيهضر عليها، هي في المعصارات كيستعملوا واحد الماده اللي سميتها ليكزان C6H14. هاد الماده هادي C6H14 هي ماده مشتقه من البترول. اش كدير هاد الماده؟ كتخرج الزيت كامل، ما كتخلي حتى قطره في الزيتونه، يعني الانتاج تيكون كبير، المنتج كيربح لان عنده كميه كبيره، انتاج كبير. المشكله ان المعهد الوطني للابحاث والسلامه اكدات وبينات بان هاد الماده هادي كتسبب في تلف الاعصاب وكتاثر بشكل سلبي على الانجاب لا عند النساء ولا الرجال، وكذلك كتسبب اشياء اخرى اللي كتضر بالصحه ديالنا. دابا كلشي كيهضر عليها، كلشي عارفها، حتى هذاك اللي كنا كنتسناو منه الخير دخل فيه الغش. علاش حنا كنبغيو نفطروا بزيت الزيتون؟ لانها صحيه، لانها غنيه بالمواد اللي غتنقي لنا الجسم ديالنا وغتنفعنا. مع الاسف كاينين الناس اللي كيشوفوا غير الماده
وما عندهمش ضمير حي، كيستعملوا هاد المادة هذا كيفكروا في الإنتاج وما كياكلوش الزيت ديالهم حيت عارفين شنو دايرين فيها. واش كاع المعصرات كيستعملوا هاد المادة هادي باش يخرجوا إنتاج كبير؟ لا 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 ماشي كلشي، باش من راه كيما سبقت وقلت لك راه كاين الزوين وكاين الخايب. لا لا كاينين معصرات اللي عندهم ضمير مهني كيديروا الزيتون، وانا كنتقدى منهم، وانا عندي كان في المنزل ديالي كنستعمل غير زيت الزيتون. كون كان كلشي ما كتكونش عندي في المنزل ديالي، غير كنقولها وكنعاودها، خصكم تعرفوا شنو كتشريو، خصكم تكونوا متيقنين من المصدر، هذا هو اللي مهم. حنا غير تنقولوا لكم راه كاين حتى الخايب، راه ماشي كلشي زوين، غير الواحد خصو يرد البال. وكاينين بزاف ديال في لي سوبر مارشي كاين بزاف ديال المواد اللي كيهلكوا الصحه ديالنا. شنو كنتسناو من الجيل اللي غيعوضنا؟ كيفاش غتكون الحياه ديالهم؟ كيفاش ملي غيكون عندهم مسؤوليات؟ والمشكله تاع الاباء راه كيساهموا. خلي المشكل الكبير ديال لي سمارت فون هذاك ما كنهضروش عليه، الا زدنا هذاك الشيء على التغذيه الضاره راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. في اخر هذه الحلقه عندي لك جوج ديال الاسئله اذا سمحتي. الاول غنطرحو ماشي مشكل، والثاني حشمت نطرحو ولكن غنطرحو لان الناس خصها تعرف هذا الشيء. السؤال الاول، علاش في اللوغو ديال القناه ديالك عملتي المصرن وحداهم واحد البطل؟ والسؤال الثاني، في القناه ديالك حطيتي واحد لارتيكل ديال الجورنال. حنا كنعرفوا بان التبرع كاين بالدم، الناس كيتبرعوا بالدم ديالهم، وفي هذا الارتيكل هذا دايرين تبرع بالبراز اعزكم الله، ومن فوق هذا الشيء كامل اللي عطاه او اللي تبرع به كيعطيوه 50 اورو. ما فهمتش، الدم اللي الدم وفابور، والبراز اعزكم الله اللي كيمشي للطواليت غيعطيو ليهم 50 اورو. واش ممكن تشرحي لنا هادشي؟ في الحقيقه اول مره غنسمعو، اول مره غنقراه. واش ممكن تشرحي لنا علاش وكيفاش؟ طرحتي جوج الاسئله. السؤال الثاني هو الجواب ديال السؤال الاول. هنا كيتبين بان فين كاينين الابطال، كاينين في الامعاء. يكفي انني نقول لك بهم باش كنتفاداو 70% من الامراض، وان شاء الله غنتكلموا عليها في الحلقه القادمه اون ديتاي باش يعرفوا الناس بزاف ديال الحوايج ما كيعرفوهاش. شكرا على المعلومات، خاصة الطريقة باش كتشرحي صراحة كلشي يفهمها، وهذا الشيء اللي بغينا الناس يسمعوه باش يفهموا باش ما يضروش الصحة ديالهم. شكرا بزاف بزاف لقبول الدعوة. لا شكر على الواجب. إخواني أخواتي، نتمنى تكونوا استفدتوا من حلقة اليوم، استفدتوا من المعلومات اللي تعملت بطريقة جد مبسطة باش تعرفوا كيفاش تحافظوا على الصحة ديالكم. وعندي لكم طلب، شاركوا هذا الفيديو هذا مع المحيط ديالكم باش تعم الفائدة، لان معلومه بسيطه غنتفاداو عده امراض، معلومه بسيطه غنتفاداو مصاريف زايده، معلومات بسيطه غنتفاداو الالم. لان الا كان عندنا شي واحد في الدار راه حتى حنا كنتالموا، الا كان شي واحد مريض راه حتى حنا كنشاركوا معاه الالم. وباش نتفاداو هذا الشيء كامل كنطلب منكم مره ثانيه باش تشاركوا هذا الفيديو هذا مع المحيط ديالكم، وما تنساوش تخليو تعاليق كي جاتكم الحلقه، واش تبغيو نعملوا حلقات اخرى ولا نحبسوا غير هنا، شنو هي الملاحظات ديالكم. مرحبا باي الملاحظات. المهم ما تنساوش تشاركوا هذا الفيديو هذا مع المحيط ديالكم، والى الملتقى ان شاء الله.